السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم صينية مكرونة بشاميل. طبعا كلنا بنحبها. أكلة جميلة جدا والأطفال كمان بيحبوها قوي. هنعمل معاكم بطريقة جميلة جدا وتكون معاكم ناجحة ان شاء الله. طبعا زي ما شفتوا كده في اول الفيديو كان معانا لحمة مفرومة وكان معانا مكرونة ومعانا بصل طبعا عشان هنعصق بيه اللحمة. وهنا معانا حلة على البوتاجاز هنحط فيها شوية من الزيت عشان نسخنه ونبدأ بقى ننزل بايه باللحمة المفرومة بتاعتنا. اول ما الزيت يسخن هننزل باللحمة المفرومة عشان نعمل لها صدمة، عشان طبعا اي لحمة مفرومة او مثلا فراخ بنبدأ نعمل لها صدمة في الزيت. تمام. نزلنا بلحمة مفرومة هنبدأ ان احنا كده نفككها من بعضها. طبعا هي فكة وكل حاجة بس احنا هنبدأ ايه نقلبها كده في الزيت اهو زي ما انتوا شايفين. ببدأ افككها كده من بعضها عشان ابدأ اضيف كمان البصل وبقية البهارات بتاعتي. هنا بقى ضفت البصل وضفت كمان فلفل وابتديت ان انا اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. بعد كده بقى هضيف شوية من البهارات، كده مش فاضل البهارات. هضيف شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسمر. ادي شوية من الفلفل الاسمر وادي كمان شوية من الملح وادي كمان شوية من السبع بهارات. طبعا بتديها ريحة وتديها طعم تحفة. هنبدأ بقى نقلب اللحمة المفرومة. بعد كده عندي على العين التانية هبدأ أملى حلة مية عشان أسلق فيها المكرونة. وهنا بقى احنا كده فضينا المكرونة في المية المغلية طبعا وبنبدأ نقلب فيها طبعا، وحطينا كمان في المية شوية من الملح. تمام. هنسيبها بقى ان هي تستوي وتتسلق اهو زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ نبص عليها من حين لآخر نبدأ نقلب فيها عشان ما تلزقش في الحلة. خلاص كده. وهنا بقى المكرونه خلاص استوت معانا. هناخدها بقى ونصفيها تحت الحنفيه عشان نبردها ونغسلها كويس عشان خاطر نبدا ان احنا نعمل صينيه المكرونه بتاعتنا. تمام كده. انا بشطفها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وهنا هبدا اعمل معاكم شويه من الصلصه عشان اقلب فيها المكرونه. تمام. زي ما انتم شايفين كده حطيت شويه من الزيت وشويه وضربت شويه من عصير الطماطم وحطيت عليهم معلقتين صلصه وهبدا اسيبهم تتسبك. هنا بقى هنبتدي نعمل البشاميل بتاعنا. طبعا معانا حله هنبتدي نحط فيها حته من السمنه تكون كويسه جدا. ونبدا اسفه يعني المقطع اللي انا حطيت فيه الدقيق وتحمير الدقيق اتحذف مني. تمام معلش. انا هقول لكم انا حطيت 6 معالق دقيق وقلبتهم ونزلت عليهم اللبن وقلبت اللبن حطيت عليه البهارات. وهنا بقى كانت اللحمه المفرومه بتاعتي اتعصجت وكده بقت كويسه جدا. خلاص انا كده هبتدي اطفي عليها. تمام. هنرجع تاني بقى للبشاميل اللي نبدا نقلب فيه كويس جدا. طبعا ان احنا حطينا فيه بهارات، حطينا فيه مرق الدجاج وحطيت فيه ملح وحطيت فيه 7 بهارات بتديها طعم حلو جدا وفلفل اسمر. وابدا طبعا اقلب فيه كده بالمضرب كويس جدا. والمضرب بيخليه تحفه وحلو قوي وتقيل. تمام. هنا بقى معانا هنبتدي بقى نعمل صينيه المكرونه. زي ما تشوف كده دي صينيه دهنها من السمنه. ابتديت انزل فيها المكرونه اللي انا قلبتها بشويه من الصلصه.
يعني مش كتير، بس هي الصلصة بتديها طعم حلو جدا. وابتدي كمان اضيف اللحمة المفرومة على المكرونة اهو. هحط الكمية كلها. وبعد كده هظبط اللحمة المفرومة كده كويس جدا في الصينية. وبعد كده هضيف بقية اللحمة المفرومة، بقية المكرونة، عشان اظبط الصينية بتاعتي. آه، الصينية دي بتاخد معايا كيلو الا ربع من المكرونة. الصراحة بتبقى كيلو الا ربع بتظبطها جدا. هنا ابتديت اضيف بقية المكرونة بتاعتي اهو، زي ما انتوا شايفين كده حطيت الكمية كلها. تمام. وهبدأ اجيب البشاميل كمان واحطه. بصوا بقى البشاميل بتاعي، بصوا جميل جدا جدا جدا. احنا بنحبه كده جوسي وجميل، ويبقى يعني ما بنحبوش ماسك قوي، احنا بنحبه كده عشان بيديها طعم حلو جدا. تمام. واحنا كمان بنحبه كتير يعني فيها اهو. طبعا كيلو ربع مكرونه مع النص مفروم مع كيلو اللبن بتاع البشاميل، الصراحه بيظبط الصينيه دي ظبطه كويسه جدا، خليها تحفه. تمام. انا كده خلصت طبعا الصينيه، وهبدا كمان اخدها وادخلها الفرن. هظبطها كويس جدا وهبتدي ادخلها الفرن عشان اسويها في الفرن. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله ما شاء الله، شكلها جميل جدا ويفتح النفس الصراحه وهي لسه نيه. تمام. كده خلاص هندخلها بقى الفرن على طول. هنا بقى بصوا وهي جوه الفرن شكلها تحفه ما شاء الله. هنا بقى هي كده خلاص ابتدت بقى خلاص يعني تستوي. هبتدي بقى كمان يعني بحاول ان انا اديرها كده عشان تاخد الوش الحلو دوت اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين جميله ما شاء الله. هبتدي اضيف لها جبنه موتزاريلا. تمام. دي يعني الخطوه دي اختياري مش اجباري، اللي مش حابب طبعا ما يضيفش. تمام. وهبدا اسيبها في الفرن شويه لحد ما الجبنه تسيح، وبعد كده اطلعها. هنا كده خلاص الجبنه ساحت اهو زي ما انتوا شايفين. كده صينيه المكرونه بتاعتي جاهزه. يا رب النهارده صينيه المكرونه بطريقتي تكون عجبتكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. هنا بقى زي ما انتوا شايفين بصوا بنقطعها ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. احنا بنحبها طريه بالطريقه دي بتبقى جميله جدا يعني، والولاد بيحبوها اهو. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا بقى قطعه كده وطلعناها ما شاء الله، شكلها يفتح النفس الصراحه. جنبها طبعا زيتون بقى، جنبها مخلل اللي انتوا تحبوه او شيبسي اللي انتوا تحبوه ممكن تاكلوه جنبها. وبقينا بقى كده نهاية الفيديو بتاعنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.